ازاي اتحولت من شخص ما كانش عارف يتعامل مع العضويه لشخص بقى الحمد لله حرفيا بيلعب بالعضويه لعب. الكلام اللي هقوله لك ده كلفني فلوس ووقت ومجهود كبير قوي، واعرفك مين اكتر مدرس كان بيبسط لي المعلومه، ولا مش حد من المشاهير اللي انت تعرفه، وهديك الدليل كامل اللي انت محتاج تعرفه عشان تنفذه. واعرفك كمان دفعه السنه اللي فاتت على طول دي نصيحتك بيه على جروب التليجرام لما سالتهم. وفي الاخر هقول لك انا لو رجع بيا الزمن هعمل 1 2 3 عشان اقفل العضويه. ولو انت مش مستوعب فخد بالك ان العضويه تقريبا نص امتحان الكيمياء اخر السنه. اما لو انت مش عايز تقفلها وعايز تقعد تكرر بقى وتشتت في نفسك وتسمع من هنا وتسمع من هنا وفي الاخر ما تحصلش اي حاجه، فما تكملش الفيديو للاخر. لو انت اول مره تشوفني فنزي، والقناه هنا هدفها هي احداث تاثير في حياه الامه العربيه في جانب المذاكره وخصوصا في ثالثه ثانوي، عشان ما تفوتش اي احداث مهمه بتحصل كل فتره زي المعسكرات على سبيل المثال. تاكد انك مفعل زر الجرس. 10/2/2022 كنت وقتها في ثالثه ثانوي ولسه مخلص اجازه نص السنه، والحمد لله كنت انجزت انجاز رهيب. خلصت كميه تراكمات وراجعت مواد، بص يعني فرتكت الدنيا، ولكن كان لسه باقي شويه تراكمات عندي، فكنت بقول يا رب ما يكونش الجزء اللي جاي في المواد صعب عشان اقدر الم فيه وانجز كل اللي ورايا. كان عندي واحد صاحبي اسمه مروان، انه كان واخد اجازه نص السنه ضحك ولعب وجد وحب وزي ما انت عايز تقول، فبالتالي كان وراه تراكمات اكتر مني بكتير. فالمهم قعدنا مع بعض نتكلم ونعرف ازاي هننجز كل اللي ورانا ده. فاهم محمد طلع لك بالفكره الجهنميه وقال لي بقول لك يا زوز. قلت له قول يا اسطى، احنا احسن بقى ما نقعد نزنق نفسنا بقى ونجيب قديم مع الجديد، احنا بص نكرف للجديد اول اسبوع وكده كده يعني اسبوع هنلمه بسرعه. قلت له تصدق فكره منطقيه برضه، حتى مش هنشيل هم الترم الاول بقى ونقعد نفكر في حواراته كتير. بالفعل بدات رحله الترم الثاني اللي فيه العضويه باسوأ طريقه ممكنه. بعدها بيومين كنت قاعد في درس الفيزياء وقابلت مروان، فبقول له ايه اخبار التراكمات معاك؟ بص يا اسطى انا ماشي على الخطه بيرفكت، بس يعني في مشكله كده بصراحه. قلت له ايه هي؟ مستر الكيمياء بتاعي بدا العضويه من يومين كده، وبصراحه قاعد يهلفظ بالفاظ غريبه، شويه يقول لي الكان شويه يقول لي هيجانا، لغه ثانيه بيتكلم لغه ثانيه الراجل ده. لكن دي بصراحه ما كانتش المشكله بالنسبه لي، ان المشكله بالنسبه لي ان انا كان المفروض في اليوم ده رايح ابدا العضويه. دي من المرات القليله اللي انا بلاقي فيها مروان قلقان من التراكمات. علشان كده قررت ان انا مش هكرف للجديد تماما، قلت انا هحاول اركز مع المستر على قد ما اقدر، بس برضه بالنسبه لي هتبقى الاولويه للتراكمات ان انا اخلصها وبعد كده اخش بجد بقى في الترم الثاني. لحد ما جت اللحظه اللي بدانا فيها اول حصه عضويه. لقيت المستر داخل وبيتكلم، وانا بصراحه كنت باخد مع مستر محمود الغرباوي اللي هنا في الشرقيه اكيد عارفه. حتى صدق انا لسه فاكر ان احنا كان معايا في نفس المجموعه دي تاني الجمهوريه. كان قاعد زينا كده عادي يعني طالب عادي زينا. بس انت بقى محظوظ اكتر مني انا والتاني على الجمهوريه، لان احنا بصراحه كان نفسنا المستر ينزل لنا المحاضرات على اليوتيوب. وانت محظوظ بجد لان انا كنت بقلب من كام يوم كده لقيت المستر اخيرا قرر ان هو يهتم بجانب السوشيال ميديا ويبدا ينزل محاضرات السنتر على اليوتيوب، اللي انا متاكد اقسم بالله هتفيد طلبه كتير جدا على مستوى الجمهوريه. وعشان ما تتعبش نفسك في التدوير يا عم انا هسيب لك اللينك بتاع المستر، يلا بنعدي او بنرد حاجه من افضاله. المهم كان بيقول ان العضويه لو اتراكمت مش هينفع تتلم. انا بقى قاعد قدامه وقاعد اقول احم واضحك في سري، لاني ناوي ما ابداش جد فيها قبل ما اخلص التراكمات. لكن بالرغم من ان دي كانت نيتي الا اني حفظت الحصه صم في سنتر، لان المستر وقتها قعد يعيد ويزيد ويكرر، وخلاص احنا كمان نقعد نعيد ونزيد ونكرر معاه، فطلعنا اصلا حافظين الحصه، لان احنا كنا في الحصه نفسها بنسمع، عارف انت اللي هو داي وتراي وتترا واوكتا والحاجات دي كلها، قعدنا كلنا نسمع، المجموعه كلها كانت بتسمع. كانت واحده من امتع الحصص اللي انا لسه فاكرها لحد دلوقتي. لكن جيت بعدها بقى في الحصه الثانيه كان المفروض ان احنا ورانا كويز على الحصه الاولى، وهو ده بالظبط اللي خلاني ان انا لازم ابص على الحصه الاولى عشان احل في الكويز عشان ما اطردش. وخلصت فعلا الحصه الثانيه، بس المشكله بقى كانت في الحصه الثالثه، هو ان الكويز بتاعها كان تراكمي على الاولى والثانيه، بس انا بصراحه قلت ان التراكمات اولى ومش هبص على الحصه الاولى تاني. وبالفعل اخدت كويز الحصه الثالثه وبدات فعلا احل فيه، وحليت فعلا الجزء بتاع الحصه الثانيه كله لان هي دي اللي بصيت عليها. اما بقى بالنسبه لما جيت احل على الحاجات بتاعت الجزء الاول لقيت الموضوع زي ما يكون متبخر من دماغي. لكن بعد كل ده انا قلت انا برضه هخلص التراكمات عشان خلاص كان باقي منها جزء صغير وخلاص بجد، انا اللي هو كنت قربت اخلص كل التراكمات اللي ورايا في الترم الاول، علشان كده انا استاهل القلم اللي انا خدته على وشي في الحصه الرابعه. دخلت السنتر وقعدت فعلا مستنيني الكويز. ميس بقى كانت بتوزع الكويزات شافتني وقالت لي درجتك في الكويز اللي فات كانت وحشه زياده، وكمان في الشيت حتى بتاع الواجب. قلت لها معلش يا ميس انا عندي تراكمات لا يعلم بها الا الله، هخلصها باذن الله واظبط الدنيا. فراحت قايله لي خلاص مش مشكله، وقامت مدياني الكويز الرابع اللي هيبقى هو نقطه التحول. جيت احل بقى ببص على اول سؤال مش فاكر الاجابه بصراحه، فدخلت على ثاني سؤال برضو مش فاكر الاجابه. بعد كده قعدت في السؤال اللي بعده واللي بعده لحد ما وصلت للسؤال السابع،
مش عارف الاجابه. لما جيت اكمل بعد السؤال السابع لقيت الحمد لله تبع الحصه اللي فاتت اللي هي الثالثه اللي انا كنت مذاكرها. طب وبعدين يا جدعان ده كده الكميه دي ممكن تخليني كده اطرت من الدرس. هنا بقى الدنيا ضاقت بيا قوي، قلت يا رب يا رب باذن الله عاديني بس من الموقف ده وما اضطريتش من الحصه، وان شاء الله بعد الحصه دي مش هراكم حرف واحد في العضويه. اما جت بعد كده اسماء الناس المطروده في اخر الحصه لان الكويز بيبقى بيتصحح يعني من اول حصه لاخرها واحنا شغالين بنشرح عادي. المستر بقى بيقرا الاسماء وانا قاعد يا رب استر يا رب استر يا رب استر، لحد ما المستر وصل لاخر اسمه وبيقول لا 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 زي ايه؟ زينب. الله اكبر، الحمد لله الدعوه استجابت. من موقعي هذا بقول لك اللي هيطلعك من اللي انت فيه ده دلوقتي، انا عارف انت بتمر بمشاكل دلوقتي بس ده الوحيد اللي هيطلعك منها هو ربنا سبحانه وتعالى. فادعي دلوقتي وقول يا رب يا رب يا رب اجي السنه الجايه فرحان وابص للفيديو ده كده واقول يا كانت ايام جميله. كمان هتلاقي ناس بتقول لك امين بقى ما تفوتش الفرصه يا راجل. قلت طيب دلوقتي يا ربنا سترها معايا انا لازم ادش من العضويه دي. واول ما الحصه خلصت رحت رايح للمستر وسالته وقلت له مستر انا عايز اضمن الكيمياء العضويه اعمل ايه؟ قال لي امشي على الثلاث خطوات دول وانا اضمن لك باذن الله ان هي تبقى امتع حاجه عدت عليك في تاريخ دراستك كلها. قال لي اول حاجه ان العضويه ما بتتذاكرش بالدرس، العضويه بتتذاكر على بعضها. لو انت مطلوب منك تذاكر الدرس الخامس انت هتذاكر الاول 4 او تراجع عليهم تاني وبعد كده تخش على الدرس الخامس. وبالفعل طبقت النصيحه دي لدرجه ان انا لحد النهارده ما اعرفش انت فاهم العضويه بالدروس، انا اعرفها ككتله على بعضيها كده. لكن النصيحه الاولى لوحدها مش كانت كفايه، فكانت النصيحه الثانيه هي فعلا خلتني اعرف الم العضويه، لان كان لازم اعمل مخططات طول ما انا ماشي عشان اعرف اربط كل جزء ببعض. بصراحه المستر كان بيعمل معانا مخططات وكان دايما يعني كل فتره كده يكون في كام مخطط يلموا لنا كل اللي فات. وانا قلت الكلام ده على فكره لمروان زميلي وقلت له يوقف بقى لازم يركز في العضويه وبعد كده يمشي معاها التراكمات، بس هو قرر ما ينفذش النصيحتين دول هي والنصيحه الثالثه وهي اني ما راكمش حرف وما اغيبش حصه واي قانون المستر يقوله يتحفظ صم. وهعرفك ايه هي القوانين دي دلوقتي. طب نتيجه تطبيق الكلام ده كله ايه؟ الفترة اللي قبل الامتحانات على طول كنت ببص حرفيا على العضوية كده بس بعينيا وبحسها لعبة، عشان مروان بقى ما طبقش كل الكلام اللي انا قلته له، فكان شايف ان العضوية دي هي اصعب حاجة في التاريخ وكان بيشد في شعره منها، وزي ما تقول كده ان هو دخل سلم ورقة الكيمياء وللاسف سلم حلمه معاها. فانا فعلا لو راجع بيا الزمن هعمل الثلاث خطوات اللي انا لسه قايل لك عليهم دول بالاضافه لكم خطوه من دفعه السنه اللي فاتت اللي قدامك دلوقتي. اما بقى لو انت عايز تعرف القوانين اللي انا كنت بحل بيها وكمان اللي حلت لي اي مشكله في العضويه وخلتها لي زي اللعبه كده بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا، ما كانش انا بس بصراحه، ده كان يعني التاني على الجمهوريه برده كان معايا في نفس المجموعه. فالحقيقه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع للمستر اللي كان بيدرسنا، وعشان كده يا عم انا هسيب لك المحاضره الاولى للعضويه عشان باذن الله تلم العضويه كامله.